السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتكم أكلة ماما. هنعمل بقى مع بعض النهاردة البانيه بتاعنا، البانيه البلدي مش بانيه الشركات. احنا عملنا مع بعض قبل كده بانيه الشركات، النهاردة هنعمل البانيه البلدي بمناسبة بقى دخول المدارس. وطبعا هو احنا طول الوقت محتاجينه مش بس للمدارس. معايا بقى طبعا انا جبت هنا كيلو صدور وصدور مخلية وقطعتها هنا شرايح. لو مش بتعرفي بتخلي بتاع الفراخ يقطعها لك مفيش مشكله، مغسوله طبعا ونضيفه ومتنشفه. ومعايا بقى التتبيله بتاعت البانيه سهله وبسيطه ومتوفره وحلوه جدا، اتمنى تجربوها. معايا بصل باودر وتوم باودر، ومعايا 3 بيضات، ومعايا ملح وفلفل اسود وبابريكا، ومعايا علبة زبادي. علبة الزبادي دي أنا اللي عاملاها في البيت. طبعا ينفع جدا طبعا البلدي، وينفع جدا الزبادي اللي احنا بنشتريه من السوبر ماركت، وينفع كمان لبن رايب لو مش متوفر عندك يعني. عادي مشي حالك يعني، مش حاجة توقفك ان شاء الله. معايا بقى بصلة فرمتها ناعم وعصرتها كويس من المية بتاعتها، وهحتاج التفل بس مش محتاجة المية، لان انا مش محتاجة سوائل خالص. يعني انا حتى كوباية الزبادي شلت المية اللي بتكون فوقيها دي. معايا بقى نص كوباية من الدقيق. المقادير دي انا عاملاها الكيلو من البانيه، تقدري تزودي وتقدري تقللي على حسب الكمية اللي هتستخدميها. قلبت بقى الكلام ده. التوابل ممكن تضيفي ربع معلقة من السبع بهارات، دي اختياري بس بتنكهلك الطعم حلو جدا. بعد بقى ما قلبت كل المكونات، انا محتاجة ان المكونات تبقى ما فيهاش اي تكتلات وناعمة، خصوصا البصل اللي احنا ضايفينه. فاستخدمت هنا الهاند بلندر. لو مش متوفر طبعا ممكن تستخدمي الكبة او الخلاط، اي حاجة تفرمها كويس ناعمة، مفيش اي مشكلة خالص. في ناس مثلا ممكن يستغنوا عن البصل ببصل مجروش من عند العطار، بس انا بحب يعني استخدم كل حاجة على قد ما نقدر تكون فريش. هنا القوام بتاعي اتقل من قوام الكيك، يعني زي قوام القرنبيط كده، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، بحيث ان هو يثبت على البانيه. غلفنا البانيه كويس وشلنا الزيادات من عليه. وهنا هنحطه في علب التخزين طبعا. لو مش هتعملي الكمية كلها، ولو عاوزة طبعا تعملي كمية عشان المدارس او تكون متفرزة عندك، تبقى منقذة ليكي طبعا. في الفريزر في اي وقت تكون تحت ايديكي وقت ما تحتاجيها. هنا بعد ما حمرناه احنا احتاجنا البقسماط بس. التتبيلة فيها البيض وفيها الدقيق، يعني ناقص البقسماط بس. غلفنا بالبقسماط وحمرناه زي ما احنا شايفين اللون، تقدري تتحكمي فيه. اتمنى تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. اشوفكم فيديو جاي على خير. سلام.